أقوى 5 أندية هجوميا وأقوى 5 أندية دفاعيا هذا الموسم بالدوريات ال5 الكبرى. أقوى 5 أندية هجوميا هذا الموسم: بالمركز الخامس نادي إنتر ميلان وسجل 79 هدف، وبالمركز الرابع نادي ليفربول وسجل 86 هدف، وبالمركز الثالث نادي باريس وسجل 92 هدف، وبالمركز الثاني نادي بايرن وسجل 99 هدف، وبالمركز الأول نادي برشلونة وسجل 102 هدف. وأقوى 5 أندية دفاعيا هذا الموسم: بالمركز الخامس نادي روما واستقبل 35 هدف، وبالمركز الرابع نادي أرسنال واستقبل 34 هدف، وبالمركز الثالث نادي بايرن ميونخ واستقبل 32 هدف، وبالمركز الثاني نادي بلباو واستقبل 29 هدف، وبالمركز الأول نادي نابولي واستقبل 27 هدف. إذا ما هو رأيكم في هذه الفرق؟ يعني صراحة الفرق القوية هجوميا مثل باير، ليفربول، برشلونة، باريس سان جيرمان، انتر ميلان، كلها فرق يعني كبيرة، فرق مرشحة. لكن ما فاجأني هو الفرق الأقوى دفاعيا، يعني حيث تواجد كل من روما، كل من نابولي وأتلتيكو بلباو. يعني صراحة إحصائية مفاجئة، خاصة من ناحية الفرق التي تدافع. أما الفرق يعني الأفضل الفرق هجوميا فهذا كان أمر متوقع ومتوقع جدا، خاصة بالنسبة لصاحب المركز الأول والذي هو نادي برشلونة. اتركوا لنا رأيكم في التعليقات. يعني صراحة أنا أرى أن روما هذا الموسم قدموا يعني شاطر ثاني ممتاز مع كلاوديو رانييري. نفس الشيء بالنسبة لنادي نابولي الذي توج بالدوري هذا الموسم مع أنطونيو كونتي. يعني إذا أردت أن تتوج بالدوري استدعي أنطونيو كونتي. يعني فاز بالدوري مع تشيلسي، فاز بالدوري مع يوفنتوس، مع إنتر، والآن مع نابولي، بعدما كانت الموسم الماضي يعني هذا النابولي هو نفسه وبنفس اللاعبين أو أقل بكثير، يعني بأوسيمين وبكفاراتسخيليا لم يتأهلوا يعني لأي بطولة أوروبية. أعتقد كانوا احتلوا المركز السابع أو الثامن. آه، الآن الفريق يفوز بالدوري على حساب من؟ على حساب إنتر الذي وصل نهائي دوري أبطال أوروبا، يعني بأسلحة جد عادية باستثناء بعض اللاعبين وبتدعيمات يعني بسيطة. لم يتوقع أحد نجاح بهذا الشكل مثل ماكتوميناي. النادي قدر أنه يتوج بأحد أقوى الدوريات في العالم. صراحة برافو نادي نابولي، وإلى اللقاء، واتركوا لنا رأيكم في التعليقات. نلتقي في فيديو قادم بإذن الله.